مكونات اللي جد بسيطة ولكن كتعطينا واحد النتيجة اللي رائعة. العدس الحمر، القرعة الحمراء، وواحد جوج خيزويات او جوج جزر من الجزر، وواحد البصيله تكون صغيره، او الا كان البوارو كان احسن. مسائل اللي هي بسيطه ولكن النتيجه سبحان الله شي حاجه اللي رائعه. غنشاركها معكم، خليكم معايا البنات. غادي نحضر معكم الطريقه اللي كنصاوب بها انايا هاد الشوربه اللي كتجي بنينه وغزاله، طريقه اللي هي بسيطه وحتى المكونات راه بساط، غير خصنا نجمعوا روسنا. وسيرتو في هاد وقت البرد كيحلاو هاد الشوربات وهاد الحسوه والحريره في الليل ما شاء الله، وكتساعدنا نيت على باش نقويو شويه المناعه ديالنا ما نخليوش دوك نزلات البرد ياثروا علينا بزاف. غادي ناخذ اليقطين ديالي او القرعه وغادي نقشرها من القشره ديالها، من ديك القشره اللي تكون حيت داك اللوب اللي تيكون فيها الفوق تيكون بحال الخيوط، وغادي نقطعها طريفات صغار. كي قلت لكم البنات راه تتقوي الذاكره ومعروفه عليها وقراو عليها وغادي تشوفوا كتقوي المناعه، عندها فوائد اللي هي كثيره. ومني كنجيو كنشوفوا كنلقاو الفوائد ديالها كثيره ولكن الثمن ما غالياش. دابا يمكن دايره شي 13 درهم ولا 12 درهم، كانت قبل كانت رخيصه بطاطا برد، مي دابا من غلا كلشي راه تيزاد فيها سي نورمال. المهم غادي ناخذوا القريعه ديالنا وغادي نقيوها مزيان بحال هكذا، نحيدوا ليها القشره ديالها ونحيدوا دوك الخيوط اللي تيكونوا من الفوق، وغادي نقطعوها طريفات صغيورين كروات صغار باش غادي ان شاء الله نقطعوها البنات بهذه الطريقه. وغادي تعرفوا علاش نقطعوها هكا صغيره، لان احسن طريقه لها هي هذه. ملي كنقطعوها وسهله في التقطاع وسهله في الطياب، دغيا كطيب دغيا كتهرى دغيا كتوجد، يعني شي حاجه اللي بسيطه تسالي وتقربي يا لاله تعشي ونزيد صوبيها سهله ماهله. المهم كيف شفتوا انا درت تقريبا شي كيلو لا درت كيلو، زيد منها شويه درت بها الكسكسو. وانا هاد الشوربات بزاف تنديرهم نهار الجمعه لان كندير كسكسو للغدا وكندير الشوربه او الحسوه في الليل. هنايا غادي نحطها باش نغسلها ونرجع معكم. هنا غادي ناخذوا البصيله ديالنا، درت انا هنا بصيله صغيره البنات لان الكميه اللي عندي قليله، وهي من الاحسن الا كانت البوارو تيكون احسن، فالبوارو ما بقاش عندي وقلت نقضي بالبصله. سورتو هاد البصله الصغيره راه كتكون زويونه، البصله الحمراء. المهم غادي نقشرها حتى هي وغادي نقطعها دي مورسو صغار. البنات هاد المزيج ديال القرعه وديال الخيز والعدس الاحمر والبصيله راه كيعطي واحد النتيجه اللي غزاله ما نعاودش لكم. لا من ناحيه ولا من القيمه الغذائيه ديال هاد المواد، ملي كيتخلطوا كيعطيونا واحد الشوربه اللي غزاله وبنينه، ممكن ديريها ترافقيها حتى مع الغداء. الا كانت شي حاجه بحال الحوت وبحال شي حاجه هكا ناشفه كترافقيها كتعطي واحد لوغو غزال. وممكن كي كنديرها انا بزاف كنديرها للعشاء، وسورتو نهار الجمعه ملي كنكونوا دايرين كسكسو في الغداء، فما كنقدرش ناخذ شي حاجه بالليل، تندير شوربه ولا حريره ولا حسوه، المهم شي حاجه بحال هكذا. وفي وقت البرد راه لي هاد الشوربات وهاد المسائل هادو الحاجه الجاريه والسخونه كتكون مفيده لينا سورتو في البرد. غادي ناخذ واحد الطنجره صغيره هنايا بلا ما تحتاجي لها الكوكوط، غير كاسرونه او طنجره بحال هكا عادي لان هي كيطيبوا المواد. غادي ناخذها، غادي ندير القريعه ديالي ونزيد خيزو اللي قطعت حتى هو، وما غاديش نساو العدس الحمر اللي غسلنا ونقينا من طبيعه الحال. وهنايا البصيله ديالنا، اما البصيله كي قلنا او سميتو ناري تلف عليا البوارو، عرفتوه بعض المرات تتمشي ما شاء الله. غنديروا القياس ديال الملحه ديالنا، ضروري الملحه باش ما تجيناش الشوربه ديالنا بسله. وهنا غادي نزيد البلديه، وما تنسايش راه درت واحد المعلقه ديال الزبده ولكن ما تصوراتش، ما عرفتش كيف وقع. المهم
صافي. وغادي ناخذ هذا الشيء كله نخلطو بحال هكذا، وغادي نديروه على البوطه، فوق البوطه اللي تكون العافيه مهيله باش ما تلصقش لينا في القاع ديال الطنجره ديالنا، ونخليوها تشحر على خاطرها. ما تاخذش الوقت وما تاخذش بزاف ديال المجهود. وها هي المكونات ديالنا كلها هي تشحرات. وما تنساوش البنات هاد الشوربات، جميع انواع الشوربه والخضره والسوبه ملي كتشحريها كتعطي واحد لوغو حسن من الا درتيها ديريكت في الماء، كتجي بحال مسلوقه. مي هكا كتشرب ديك التشحيره وديك الزبيده وداك الزيت البلديه وداكشي، كتعطي لوغو احسن في احسن. صافي هنايا زدت عليها الماء بارد، الماء طايب يا ربي باش تغلى لينا دغيا وباش ما نبسلوهاش لان ديجا هي سخونه. صافي هانتوما كي تشوفوا طابت هي هذه. ايوا الشوربه ديالنا غادي تكون بردات، خليتها حتى بردات على خاطرها باش نطحنها. هنا ممكن البنات طحنوها في الميكسور، ممكن طحنوها انا كتعجبني نطحنها في ديك الماكينه ديال لي الطماطيشه القديمه، ولكن ما تيبغيوهاش الدراري، ما تيبغيوها حتى حدا هكاك. المهم خديت هنا الميكسور ديالي، غادي نطحن الخليط ديالي او الشوربه ديالي حتى اللون ديالها تيجي غزال، تيجي فن. صافي غادي نعاود نرجع البرمه سميتو الطنجره ديالي. وهنايا يا اما البنات على حساب بغيتي تخليها غير هكذاك سامبل خليها، بغيتي تزيدي معاها لا كريم فريش او الحليب اللي درتي معاها. وكي شفتوا البنات زدت شويه على البزار الابيض. البزار الابيض كيعطي لوغو للشوربات واللي بات، كيعطيهم واحد لوغو اللي غزال. الملحه من طبيعه الحال لقيتها هي هذيك. ودابا غادي نقدم الشوربه ديالي اللي يا البنات ما نعاودش لكم كي جات بواحد لوغو وواحد الطيبه غزاله، زدت معاها واحد الخويط تاع الزيت البلديه ما نعاودش لكم داكشي يا سلام. واهم من هادشي كله هو انها مفيده وكتدفي لك صدرك وكتعرفي اشنو خديتي. وما غاديش ننساو واحد المكون اللي كيعزز القيمه الغذائيه ديال اليقطين او القرعه اللي هو القرقاع. يا اما البنات غادي تاخذيه وتطحنيه وتزيدي حتى الغليه الاخرى ملي كطحنيه وكديريه، يا اما كتفرشي هكا بين يديك لان القرقاع دغيا كيتهرس، وديريه في كل واحد في زليفتو او في البول اللي درتي فيه الحريره اللي درتي فيه الشوربه ديالك. ما عندكش القرقاع غادي نديرو الزنجلان، وكنا كنعرفوا القيمه الغذائيه ديال الزنجلان والمنافع اللي فيه. ما كاين لا زنجلان لا قرقاع لان كلشي كيحضر وكيغيب، ما نديرو حتى شي حاجه، ناخذوها غير هكاك وراه ما كتنقص شي حاجه اللي كثيره الا شربناها غير هكاك. المهم تكون عندنا في الدار ونشربوها. وكي شفتوا راه ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه لا من ناحيه الوقت لا من ناحيه الماديه، وهكا كنكونوا حصلنا عليها. اعطوها لوليداتكم الدراري، راه غزاله ليهم القرعه الحمراء، كتقوي الذاكره هي والقرقاع. ما بغيوش يشربوها ليك هكذا على شكل شوربه، صوبيها لهم بحال الكونفيتور، صوبيها لهم وديريها لهم في خبيز وخلطي معها القرقاع. البنات راه ما تصوروش على قيمه غذائيه وعلى فوائد فيها. الدراري يشربوا ياكلوها مع خبيز مع الصباح يفطروا بها، او يديروها في الكوتي في العشيه من يجيو من المدرسه او اي حاجه. كنا كنعرفوا الدراري كيبغيو الكونفيتور، ديري فيه الا درتي القرعه حاولي ما امكن ما ديريش السكر، ديري العسل باش يعزز. كي كنقولوا حنا دائما كنقلبوا على شي حاجه اللي تنفع وليداتنا. وهكا غادي نكونوا كي قلت لكم البنات حصلنا على شوربه اللي غزاله. ونتلاقاو في فيديو اخر. وصفات البرد تيكونوا باينين ومعروفين، ومن ضمن الوصفات الكثيره اللي كنوجدوا وكنعولوا عليهم في وقت البرد الزيتون مشرمل. الزيتون هذا الزيتون ماشي ديال هذا العام البنات، صوبته عام الاول تاع هذا العام مازال ما طاب الله صوبته، ولكن ديال العام الاول بقى لي عندي فيه شويه بحال هذا مسلاله هذا اللي مفرشخ كي تنقولوا. غادي نصوبوا معكم بواحد الطريقه اللي غزاله وكيجي بنين ما نعاودش لكم. وسورتو الزيتون ديال الدار يعني مسلاله ما طيب لا بصودا لا حتى شي حاجه، بطريقه اللي هي طبيعيه وكناكلوا كنعرفوا اشنو كلينا. خدينا الزيتون ديالنا غنجيب واحد البرمه، غنجيب القرعه ديالي او فاش دايره. المهم هنايا بعدا اول حاجه كنجيبوا البرمه كنديروا فيها اما الخل تاع الحامض اما الحامض. انا الحامض عندي ولكن قليل غنحتاجو، فداك الشيء علاش درت الخل. غنزيد معاه واحد الكميه ديال الماء ونجبدو نخليه حدايا،
وغادي نجيب القرعه تاع الزيتون ديالي اللي عندي قلت لكم من عام الاول، الله يرزق الصحه والسلامه. وغادي نبدا تنقي فيه. هذا راه ما مملح ما محمض ما طيب بصودا ما حتى شي حاجه، طبيعي. غادي نحيد ليه العلفه وغادي نلوحو في هذا، نديرو في هذا البرمه. علاش درنا الخل؟ باش ما يكحلش لينا الزيتون ويبقى محافظ على داك اللوين ديالو الزوين. عرفتوا البنات كيجي غزال وكيجي بنين وكينفعك، تينفعك الكوتيت العشيه. تحطيه مع الغداء، تحط يعني شي حويجات اللي كينفعونا، تيكونوا ضروري من الضروري انهم يكونوا في الدار. كملت الزيتون ديالي ماشي كاملو، درت غير القياس حتى يكمل هاد شويه اللي صوت، ونعاود ندير الكميه الاخرى اللي باقيه عندي. هادشي اللي بقى ليا في الزيتون ديال العام الاول. هاد القرعه اللي شفتوا معايا نصها هو غادي نشرملو دابا، والنص غادي نعاود نشرملو ملي يتقضى هاد الكميه اللي درت دابا. هنايا خديت هاد نقيتو، غادي ندير فيه الملحه لانه كي قلت لكم طبيعي مازال ما ملحتو ما حمضتو ما حتى شي حاجه. درت هنايا فيه وراق سيدنا موسى وواحد جوج طريفات ديال. وهنا درت البرومه ديالي فوق البوطه، شعلتها ما نقصتش عليها موين وخليته يجيب واحد الغليه. هنا خديت الفلفله اللي غادي نصاوبها البنات وغادي نديرها مع الزيتون مشرمل. هادو من ضمن المكونات اللي تنديرو في الزيتون المشرمل اللي كندير انايا، ما عرفتش كل شيء. هنا الزيتون ديالي ها هو غلا، جاب الغليه مزيان وصفيتو. غنعصر عليه شويه الحامض ثاني باش نحافظ على اللون ديالو ما يكحلش ليا. وغادي نحركو شويه ونخلي فيه الحامض ونخليه يتسقطع. علاش البنات؟ لان داك اللي كيتباع في الزنقه او كيتباع في المحلات كيكون ديجا مالح ومحمض وكل شيء. كاي تنديروا ليه الماء طايب باش نغسلوه، تحيد منه ديك الصودا اللي فيه وكنقضيو به. دابا هذا لا، لانه طايب في الدار كي قلت لكم ما مالحش. صافي غادي ندير جبت المقله ديالي اللي غادي نشحر فيها وغادي نشرمل فيها المسائل. درت فيها هنايا البابريكا، القزبر يابس، النيوره، الكمون والخرقوم. ما عندكش النيوره ماشي مشكل، هي كتعطي واحد لوغو اللي زوين. نزيدو على سميتو. هنا غادي ندير الثومه، كندير واحد الكميه لا باس بها الثومه. هنا المسير حامض اللي فرمته مزيان، وهنا القزبر المعدنوس يا ربي واحد الكميه حتى هي لا باس بها اللي تنقول واحد جوج معالق كبار. وهنا الفلافل البنات اللي شويت وغسلتهم وقطعتهم بحال السيوره. غادي نزيد الزيت بلديه، وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء صافي. وغادي نشعلو البوطه وغادي نخلي هادشي يتشحر مزيان. غنحركو مزيان حتى ينسجموا المواد وتنسجم العطريه. وغادي نديرو فوق البوطه ونقص البوطه، نحرك مزيان باش يتخلط كل شيء. عرفتوا البنات كي تيجي فيه واحد لوغو تيجي غزال. خليني من داك الزيتون المشمر اللي كناخذو من المحلات ما تنعرفوا اشنو ندير فيه. المهم ماكل الزنقه او الحوايج اللي موجودين في الزنقه راه حنا كنعرفوهم. اللهم الحاجه اللي قدرنا نصاوبوها وكان باستطاعتنا نصاوبوها في دارنا، علاش لا، ونعرفوا اشنو تناكلو ونعرفوا شنو درنا. يلا وغادي نرجع نكمل. ايوا الزيتون ديالنا ها هو البنات، حرك على خاطر البوطه ناقصاها وشحرتو نوبه نوبه كنحركو. باقي شويه د الماء غنخليه حتى يصفى داك الماء تبقى غير الزويته. دقتو هنا البنات لقيت خاصه شويه الملحه، زدت شويه الملحه وزدت واحد العصيره ديال الحامض لانه هو خصو يجي محمض. زدت واحد العصيره ديال الحامض، وضروري هاد العصير الحامض ضروري كنديروه لانه هو اللي تيعطي داك لوغو. وهنا غادي ندير الفلفله مرقده حاره،
وغادي نحركو هادشي ناري البنات. شحال تيجي غزال ما نعاودش ليكم شي حاجه. حتى انايا هاد الكميه دابا اللي صاوبت راه ما تتقصش يومين. عرفتي كيتكلا مزيان ولكن راه زوين وتنعرفوا فوائد الزيتون، لان الزيتون راه مذكور في القران، ماشي شي حاجه اللي نتعاونوا بها. هنا نتوما البنات بدا تينشف وتبقى غير الزويته هي اللي غتبقى. انتم شفتوا؟ وراه ممكن البنات هنا غادي نزيد الزعتر ممكن تصوبوه بهذه الطريقه وتخضري به اللحم ديالك تيجي تا هو غزال. ممكن هذه الطريقه وديري به الزيتون، ديري خضره على اللحم. درت الزعتر هنايا حكيتو، وغادي نحاول نحرك مع امكن تاني باش يدخل سميتو في الزيتون كاملو ويتخلط يتشرمل به، يعطي داك لوغو ديال الزعتر. هانتوما غتشوفوا دابا شتي بقاتي زويته، الماء كله تبخر بقات غير الزويته. هادشي البنات انا بغيتكم تجربوه بهذه الطريقه. ديري غير شويه الزيتون وجربيه وشوفي، عرفتي كيجي غزال، تيجي ما نعاودش لكم. وصافي دابا الطاب ما بقات فيه حتى شي حاجه، صافي صباح جاهز اللي تيقولوا. غنزيد عليه واحد شويه زيت بلديه ونحركها فيه تاني مزيان ونطفي البوطه. صافي غادي نخليه حتى يبرد ونديرو ديك الساعه في شي بواطه دزاج وكديريه في الثلاجه. وقت ما بغيتي راه كتجبدي منه، الا ما كان كثيرش بحال هكا راه بلا ما الثلاجه كنتي مصاوبه كميه اللي هي كثيره ديريها في الثلاجه يقعد سيمانه 15 يوم ما عندكش مناش تخافي عليه. وغادي تجربيه ان شاء الله، وبغيتك تجربيه لانه بالفعل تيطلع غزال وبصح.